ويشهد الله أنني طالبت منذ توليت العرش بصدق وحسن نية بفتح الحدود بين البلدين وبتطبيع العلاقات المغربية الجزائرية وبكل وضوح ومسؤولية. وأكد اليوم أن المغرب مستعد للحوار المباشر والصريح مع الجزائر الشقيقة. في صمت ثقيل ومن خلف الستار الشعارات القديمة تجد الجزائر نفسها اليوم محاصرة من كل الجهات، اقتصاد هش رغم الغاز، عزلة دبلوماسية خانقة، صراعات داخلية تتفاقم، ومحيط إقليمي يتحول بسرعة البرق. بينما العالم يعترف بسيادة المغرب على صحراء، تزداد خسائر النظام الجزائري الذي استنزف مقدرات الشعب في دعم كيان وهمي اسمه البوليزاريو. لكن السؤال الذي يخشاه الجميع في قصر المرادية هو: هل سيأتي يوم يجبر فيه الجزائر على الاعتراف بمغربية الصحراء؟ وهل سيكلف هذا العناد انهيارا داخليا وسياسيا واقتصاديا لا رجعة فيه؟ فالجزائر الآن في خطر، وليس الخطر من الخارج فقط بل من داخلها أيضا. فتبعوا الفيديو حتى الآخر غتفهموا كل شيء. هو دفاع عن النفس، ماهوش إجحاف في أشقائنا المغاربة. أما الشعب المغربي أنا قلتها وزيد نكررها، شعب شقيق. فالبوليزاريو السرطان الذي ينهك جسد الجزائر منذ أكثر من 50 سنة. تصر الجزائر على دعم كيان انفصالي اسمه البوليزاريو، لكن ما لا يقال في الإعلام الرسمي هو أن هذا الكيان لم يعد ورقة ضغط، بل تحول إلى عبء ثقيل ينهك الدولة الجزائرية سياسيا واقتصاديا وأمنيا. فهل تعلم أن الجزائر صرفت مليارات الدولارات من أموال الشعب الجزائري لدعم البوليزاريو بين التمويل والسلاح والمخابرات والتكوين السياسي والتنقلات الدبلوماسية؟ كل ذلك في وقت يعاني فيه المواطن الجزائري من انهيار منظومة الصحة وارتفاع البطالة ونقص المواد الأساسية وتضييق الحريات. فالبوليزاريو لم يعد فقط عبئا خارجيا، بل أصبح سرطانا داخليا ينهش هيبة الدولة الجزائرية. فالمنظمات الدولية تراقب والمجتمع الدولي يغير مواقفه، والمغرب يربح الأرض والشرعية يوما بعد يوم، بينما الجزائر تغرق في مستنقع دعم جماعات مسلحة غير معترف بها. أصبحت اليوم تشن هجمات على مدن مغربية بالصواريخ وتجر الجزائر نحو حرب إقليمية قد تفتح أبواب الجحيم. بل الأخطر من ذلك أن استمرار دعم البوليزاريو قد يفتح الباب أمام تفكك الدولة الجزائرية من الداخل، بعد أن بدأت أصوات في الداخل تطالب بموقف هذا النزيف القاتل. فالاستمرار في دعم البوليزاريو طريق نحو الهلاك. إن النظام الجزائري باستمراره في تمويل جبهة البوليزاريو يضع بلاده على حافة الهاوية. فكيف لدولة تواجه البطالة والفقر والاختناق الاقتصادي أن تبذر أموال الشعب في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل؟ الهجمات يوميا بما فيها اليوم هذا اليوم. فالبوليزاريو أصبح خطرا أمنيا يطلق الصواريخ على المدن المغربية ويجر المنطقة نحو صراع مدمر. ومع كل قصف وكل تصعيد يفقد الجيش الجزائري مصداقيته وتتزايد العزلة الدولية على النظام. إنه لا يمكن أن تبني وطنا وأنت توزع أموالك على ميليشيات مسلحة. هذا الخيار لا يؤدي إلا إلى الانفجار. ولنسأل أنفسنا بصراحة: إلى متى سيسكت الشعب الجزائري؟ وكيف سيستمر النظام في خرق الثروات لخدمة قضية خاسرة؟ تندوف تغلي والبوليزاريو في قبضة الجيش الجزائري. في عمق صحراء تندوف تحدث أشياء لا يعلنها الإعلام: أصوات تلقات في الليل، واختفاء قادة، واستنفار غير مسبوق. إنه الشقاق الكبير بين الجيش الجزائري وجبهة البوليزاريو. قيادة في الميليشيات تمردت، وفراريون يحاولون الهروب نحو المغرب لطلب الصف، لكن الجيش الجزائري أطبق الخناق عليه. توق الخيامات بدبابات ونقاط تفتيش مسلح، وصدر الأمر: لا أحد يخرج، ومن يحاول الفرار يطلق عليه النار. صراخ في الخيام وهلع بين المدنيين، وناس يطلبون الخلاص وقيادات تتبخر في الليل. البوليزاريو تتفكك والجيش الجزائري يطاردها كصيد شارد خارج عن السيطرة. وفي الكواليس ترصد رسائل استغاثة ترسل سرا إلى المغرب. بعض المسلحين يريدون الفرار، بعضهم يريد الإسلام، وآخرون يفكرون في الانتقام. هل نحن أمام نهاية البوليزاريو أم
أمام انفجار كبير قد يستعر ويحرق ما تبقى من هيبة النظام الجزائري. فالجزائر على حافة التمزق والتقسيم قادم. في ظل الفوضى والاختلافات الداخلية والقماع العسكري تتزايد الأصوات في الشارع الجزائري. لا نريد الحرب في تندوف، لا نريد تبذير الثروات، نريد الحرية. في الشرق تتصاعد المطالب بالانفصال، وفي الجنوب تغلي القبائل في الغضب، وفي الشمال الشعب يخرج بصوت واحد: كفى كذبا. فالجزائر تغرق. قيادات عسكرية تتصارع في الخفاء، وأجندة أمنية تتجسس على بعضها، وفي الأفق شبح التفكك يقترب ويتسلل ويهدد. المحللون يحذرون: الجزائر قد تنقسم إلى دولتين أو أكثر، دولة في الشمال تدار بالقوة والقمع، وأخرى في الجنوب ترفض الولاء للنظام. ومن الغرب صوت التمرد يتصاعد في الصحراء. هل ستتكرر تجربة ليبيا أم مشاهد سوريا، أم يوشك الكرامة أن تغيب كما غاب الاستقرار؟ فالخطر لم يعد على الأبواب، فالخطر أصبح داخل البيت، والتمزيق قد يكون أقرب مما تتصور. فالخيار الأخير إما الرجوع إلى المغرب أو الزواج. في وسط كل هذه الاضطرابات يبقى الخيار واحد وواضحا أمام النظام الجزائري: إما أن يركع للحق ويعترف بمغربية الصحراء ويفتح صفحة جديدة مع المغرب، وإما أن يمازح القدر ويدفع بلاده نحو التمزق والفناء. فالمغرب اليوم قوة إقليمية صاعدة، والعالم يحترم رؤيته ويعترف بحقه في أراضيه. وفي المقابل الجزائر تغرق في عزلة وتنهار داخليا وتخسر كل يوم قطعة من استقرارها. فالرجوع إلى العقل هو النجاة، والاعتراف بالحقيقة هو المخرج الوحيد. فالمغرب لا يطلب سجودا ولا ذلا، بل يمد يد الأخو لمن فهم درس التاريخ. إن لم تركع الجزائر للحق تركع للفوضى، وفي النهاية ستسقط على ركبتيها، لكن بعد فوات الأوان.